كلام مهم في ماتش الزمالك امام انبي. انا يعني يا جماعه انا اسف والله ما عايز اخش النار، انا اسف يعني. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا محمد يا صباحي ده؟ مش عارف يا راجل. انبي ليه ضربه جزاء في الشوط الاول؟ خلاص ما حسبتيش الشوط الاول، طب احسب بتاعت الشوط الثاني. والله يا جماعه انا اسف، والله العظيم انا زملكاوي، بس نفسي الزمالك يكسب عشان يعني لعب واللي انتوا فاهمينه دوت. يا نهار ابيض يا جدعان على الضحك، اقسم بالله ما ادري ايه يا جماعه ده، احنا شكلنا ضاع خالص. يا نهار ابيض يا جدعان. النهارده يعني شابوه نادي انبي، عمل ماتش عالمي، بس انا مش عارف، في علامه استفهام على التحكيم. ايه يا جدعان التحكيم دوت؟ والله العظيم يا جماعه التحكيم كارثه. يا نهار يا ابني ارجع للفار. ايه يا جماعه شكلنا وحش. ايوه انا شكلي زملكاوي وحش والله العظيم. هو انت فاكرني انا المفروض افرح بقى الزمالك كسب؟ هو اكسب باي طريقه؟ مش كده يا جماعه. يا نهار ابويا اسود يا جدعان، دي واضحه قوي، واضحه زي الشمس. مش عارف. ضربتين جزاء ما يتحسبوش ولا ترجع للفار. يا نهار ابويا ابيض. وايه رايك انا معلش انا اسف، ايه رايكم بقى في البشوات بتاعت الزمالك؟ ايه عايزنا نخش النار؟ عايزنا هو ونونو؟ انا ما بعرفش هو ونونو. هو نونو مش بعرف. انا مش عشان خاطر الزمالك اخش النار، انا نفسي الزمالك يكسب، بس كسب عشان لعب، عشان في اداء محترم. لكن اللي بيحصل ده تهريج. ايه رايكم يا جماعه؟ لا اتعلموا بقى، مش شيكابالا بدا على بياض. فين فرجاني ساسي الباشا؟ فرجاني ساسي فين فلوسه؟ ايه رايكم؟ مش مضيتوا شيكابالا؟ مش مهم يا عم، هو ابن النادي. لا اتعلموا بقى، اتعلموا يا باشا من النادي الاهلي. شوف عمل ايه مع حسام عاشور، شطب مع السلامه. احنا نادي الاهلي، احنا عايزين اللي يكسبنا، لكن احنا مين ابن النادي؟ شيكابالا تعالى هنورثك في النادي. فين مصطفى محمد؟ ايه انت فرحان؟ عايزنا بقى ايه؟ الاهلي الزمالك كسب، ما احنا بكره هنخسر بالاداء اللي احنا عملناه دوت. هو انت عايزنا هو ونونو واخش النار؟ انا نفسي الزمالك يكسب عشان هو لعب، عشان عمل مباراه كبيره. لكن النهارده انا شايف في ظلم. دي امانه قدام ربنا يا ابني، دي حقيقه والله العظيم يا جدعان. اللي حصل ده النهارده انا بضحك، مش عارف يعني المفروض اضحك بقى وانبسط ان الزمالك كسب، بس يعني ماليش عين بينه وبين نفسي كده او بينه وبين ربنا. لا انبي اتظلمت وحلمي طولان اتظلم بصراحه. انا نفسي الزمالك يكسب يا جماعه وبيلعب. انا اسف ومعلش بقى، معلش بقى انا اسف. لا ده في حاجات في الزمالك لازم بقى تتحل. هي الدنيا كلها عملت حل على مصطفى محمد، تاني ماتش ما بيلعبش وضحكتوا علينا قلتوا نزل في التمرين وهيلعب. هو احنا نفضل نتحايل عليه يا جدعان؟ يا عم عايز تسافر بره مع السلامه، مش هنقف على لعيب. مش هنعمل ايه يا جماعه؟ اللعيب هيعمل الكيان. لا ده احنا المفروض بقى نتعلم نشوف النادي الاهلي بيعمل ايه. ده احنا كده في الضياع خالص. لا 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 لا. انت فرحانين لي بقى احنا كسبنا النهارده؟ طب ما احنا كسبنا النهارده عشان محمد صباحي. بكره هنعمل ايه؟ هو يا جماعه هو اللي يقول كلمه الحق يبقى يهودي في البلد دي ولا ايه؟ انا مش عايز اخش ولا انا مع الحراق. يلا بخ خاف منه اقسم بالله اخطفك. ايه زمالك في قلبي، لكن مش كده، مش كده. هو انت فاكرني يا ابني شمتان في الزمالك ومش عايز الزمالك يبقى احسن فريق في مصر؟ بس يا ابني نفسي يلعب عشان نقدر ننافس، لكن كده في اقرب فرصه شكرا. ده النهارده فرقه انبي مش عارف. انا يعني بص مبسوط ان الزمالك كسب، بس حزين في نفس الوقت. اعمل ايه يعني؟ المفروض يعني اخش نار عشان ارضي حضرتك؟ ما لو في حاجه غلط هطلع اقول عليها غلط، حاجه صح هطلع صح. كان نفسي النهارده الزمالك يطلع بشكل غير كده يا جماعه. النهارده لما حد يقول لي التحكيم هقول له ايه؟ هقول له التحكيم انا اسف ما جاش علينا هخش النار. لما هتكلمش ولا حطيت على بقي لا هقول يا جماعه انا مالي. ايه يا جماعه ده؟ بصراحه انا النهارده في عتاب على التحكيم خالص. ايه يا جماعه؟ بص شوفوا لنا حل في التحكيم ضد الزمالك مع الزمالك، شوفوا لنا حل. هو الحكام ما بترجعش للفار ليه؟ قولوا لي حاجه مبرره. الحكم ليه يا عم؟ ده فار مش ديناصور، ارجع للفار يتاكد. يعني انبي ليه ضربه جزاء في الماتش في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني ليه ضربه جزاء، ولا دي اتحسبت ولا دي اتحسبت. والناس اللي عماله توهو وتنونو اصل بص الاهلي بيكسب بالتحكيم هو لا ما حصلتش من ساعه ما الدوري اتلعب السنه دي. شهاده قدام ربنا. انا مش هتكلم عن الاهلي عشان ده ماتش الزمالك، لكن لا يا جماعه
انا اسف يعني. انا الزمالك لازم يبقى فيه شغل اكتر من كده بكتير. ده بقت فيه معلمين وفي حاجات من تحت الترابيزه. وايوه يا عم شيكابالا امتى على بياض؟ طب ما لعبش ليه شيكابالا النهارده؟ رد عليا يا فندم. ما لعبش ليه شيكابالا بيه النهارده؟ عشان ما فيش، هينزل يعمل هيتكشف. فمش مهم فرجاني ساسي يمشي، مصطفى محمد ده ما حدش عارف يمضيه. يا جماعه هو احنا وصلنا للدرجه دي؟ لا نفوق ونقول كلمه الحق. الناس اللي هتقعد انت مش زملكاوي انت، لا يلا افهم بقى، يلا عايزين بقى فريقنا ده يبقى حاجه محترمه، والزمالك كده يكسب عشان فعلا يستحق ان هو يكسب. لكن النهارده انا شايف ان انبي ضاغطه الماتش كله وليها ضربتين جزاء، والحكم معرفش، تحس اللي هو في حته ثانيه. محمد صباحي، يا محمد يا صباحي، انا راجل زملكاوي بقول لك حرام اللي انت عملته ده. في ضربه جزاء لانبي اديها ضربه جزاء، ممكن تتصد يا عم ابو جبل يصدها، لكن مش كده. انا نفسي افرح لما الزمالك تكسب بجد وما يرضي الله ولا اللعيبه بتلعب. لكن النهارده لا، انا شايف تناكه وشايف ان كل واحد بقى بياخد بقى حته في النادي وبيكتبها باسمه. ولا اتعلموا من النادي الاهلي، ابوس ايديكم، اتعلموا يعني ايه الكيان. سيبك من الانتماء، ابوس ايدك، الانتماء ما ياكلناش عيش. بقى مصطفى محمد ابن النادي وبيتنك علينا. يا عم اتكل على الله، روح سافر يا عم. ايه يا عم انت عايزين انك كريستيانو؟ الزمالك اللي عملك. شوف يا عم النادي الاهلي فرط في عبد الله السعيد، كان احسن لاعب في مصر. ليه؟ عشان النادي الاهلي هو نادي الاهلي. لكن احنا مش مشكله. تعالى امضي يا شيكابالا على بياض، تعالى هنديك حته يا باشا في الارض في نادي الزمالك ونكتبها باسمك، دي بتاعتك. ما هو الانتماء هنبيعها، ما خلاص نادي الزمالك هنبيعه لاولاد النادي. لا يا جماعه مش كده. الزمالك كسب النهارده، انا مبسوط وزعلان. ماشي كويس 3 بونت، بس ما نستحقش المكسب النهارده بما يرضي الله. انا نفسي فريق يبقى احسن فريق، والزمالك بيكسب عشان لعب وعشان اجتهد. لكن بالطريقه دي، امال لو لعبنا الاهلي على الطريقه دي ايه اللي هيحصل فينا؟ اقسم بالله الاهلي يطلعنا 4-5. دي حقيقه يا جماعه. ده الاهلي بيلعب ب 12 لعيبه مصابه، ولاعب وادي دجله والراجل اتعادل والتحكيم جه عليه. لكن احنا النهارده على الاداء ده انا بقول يا جماعه اجلوا لنا ماتش الاهلي اللي جاي يجي لسنه لقدام بصراحه. ده مش اداء الزمالك يلعب بيه. وانا بقول لازم التحكيم ليه وقفه يا جماعه بصراحه، لان انا ما بحبش فريق يكسب بالتحكيم. انا واحد من الناس ما بحبش كده. لو انت حضرتك عايز تخش النار عشان ترضي الزمالك وترضي الزملكاويه، انت حر، خش النار يا خالد يا غندور يا اي حد، عشان عارف خالد الغندور هيطلع التحكيم ظلمنا زي ما طلع امبارح والاهلي التحكيم كان معاه والكلام الهندي ده. انا ولا خالد الغندور ولا اي حد، راجل زملكاوي حقاني. خالد الغندور بيقول لك التحكيم مع الاهلي، انت حر يا عم خالد لما تخش النار، انا ماليش دعوه. لكن انا مش عايز اخش النار. الزمالك اداؤه النهارده ما كانش على الاطلاق، وان بتظبط وليه ضربات جزاء. مبسوط كالزمالك خد 3 بونت، بس في نفس الوقت زعلان. الزمالك اتظلم انا اسف. النهارده كان معاه واجب فل الفل. واوعى يالا انا عارفك هتقعد تقول انت مش زملكاوي، هتقعد تشتمني، هتقول انت مأجور. ليه؟ انت مش عايز اقول كلمه الحق؟ خلاص انا بتمشي على الطريق المستقيم. كلمه الحق اللي تتقال. الناس بتدعمني، الناس واقفه معايا. بعد اذن الناس اللي معايا في اللايف، بعد اذن حضراتكم، كل الناس اللي شايفاني بقول كلمه الحق تقف معايا وتدعمني عشان بقول كلمه الحق، عشان انا مش عايز اخش النار. واي حد بيغلط في موحى الحراق بخ هخطفك، اصبر عليا. ليه؟ الراجل اللي قدامك ده نفسه الزمالك يبقى احسن فريق. انا مش بحب، انا اسف، ابقى بهوهو ونونو هو نو اطلع قول، اطلع اتساق، خلاص زمن الهلوشه راح. دلوقتي في نظافه، في كوره، بعد اذن الناس المحترمه، بعد اذن اتحاد الكوره، بعد اذن كل الاعلاميين المحترمين. انا راجل زملكاوي بقول لازم يبقى في وقفه في التحكيم، لان كده ما يحصلش. محمد صباحي النهارده وقف مع نادي الزمالك، بكره هيقف مع نادي غيره، بكره مع نادي غيره. ده ما يرضيش ربنا. وابوس ايديكم لو الفار هيفضل بالطريقه دي شيلوا ميتين امه، ما تتعبوناش. ساعتها نقول الحكم ما راحش للفار، ما خدش باله. لكن ما يبقاش فيه فار
وهو بقى عامل زي قطه، ما بقاش فار بصراحه. ده كان تحليل النهارده للماتش. ولا تقول لي فنيات ولا تقول لي كاني وماني. فنيات ايه لما في حد ما خدش حقه؟ انا ضد يا جماعه التعصب. راجل زملكاوي بس خلاص، كلمه الحق اللي بتتقال تتقبلني على كده. نفسي اشوف فريقي يبقى احسن فريق في مصر، مش عيب. لكن طول ما احنا ما بنشوفش الحقيقه، ما بنشوفش ان في حاجه اسمها نادي الاهلي، عمرنا ما هنغلبه ولا عمرنا هنبقى اعلى منه. بالعكس، لما انت يا عمي، ده انا اسف لللفظ اللي انا هقوله، لما يبقى كل واحد، انا اسف، بيمضوه في النادي عشان هو عنده انتماء وزملكاوي، انت عايز ايه تاني؟ اقسم بالله انا تعبان. وما تجيش في الاخر تقول ما خدتش الدوري ليه؟ ما تجيش في الاخر تقول ما وصلتش ليه وما عملتش ليه، تقعد تعيط. يا جماعه، ما احنا بنقعد نعمل كده في اول الدوري وفي الاخر بنقعد نعيط في النهايه. عايزين نشوف كوره، عايزين نشوف حاجه محترمه، عايزين نشوف كوره في مصر. ابوس ايديكم. انا خلصت كلامي. اللي متقبل كلامي فوق دماغي، اللي هيدعمني فوق دماغي، اللي مش هيدعمني عنك ما دعمتني. حضرتك انا بقول كلمه الحق، مش هو نو نو نو. انا مع الحرقه هيزها ورقها، اصبروا عليا. بعد اذن حضراتكم، عشان لو البيدج اتوقف والناس عملت اي حاجه، قناه على اليوتيوب البديله. الناس بعد اذنكم سايب لينك القناه على اليوتيوب، لازم تخش تدعموني على قناتي، عشان لو تلاقي على البيدج توقف قناتي تبقى مفتوحه. اكتب موحى الحراق بالعربي لو مش عارف تشترك من خلال اللينك. موحى الحراق هتظهر لك القناه، اشتركوا وفعلوا الجرس بعد اذنكم، علشان لو البيدج اتوقف يبقى قناتي شغاله. لان في لجان الكترونيه وفي ناس بتحب تخش النار هتقعد تهاجمني. ازاي انت زملكاوي بتقول كده؟ دي حقيقه. الزمالك لما يلعب حلو هتلاقيني طالع وبقول الله وحاجه محترمه. لكن انا شفت النهارده دي مهزله ومحدش يسكت عليها. شكرا لكل الناس المحترمه، مع السلامه. ما تطلع تشوف، لو للزمالك كنت حضرتك هتطلع تشوف، لكن عشان انبي ما يطلعش يشوف ليه يعني؟ عشان ايه يعني؟ انا يعني بالرغم من احترامي الشديد انا عمري بتكلم على التحكيم، لكن يعني الاحساس بالظلم بيخليك تتكلم يعني. بس خالص احنا لعبنا بشكل طبيعي جدا، وادائنا كان اكتر من ممتاز النهارده، وكنا افضل واستحواذنا اكتر ووصولنا اكتر وهجماتنا اخطر بشكل كبير جدا طول الماتش، من بعد الجول لغايه نهايه الماتش. احنا متواجدين في نص ملعب الزمالك على طول يعني. لكن عندي اعتراض على الكابتن مدحت عبد الهادي. انا عايز اقول له ده واحد من ولادي مدحت، عايز اقول له يا مدحت انت بتمثل نادي الزمالك. نادي الزمالك ده قيمه كبيره جدا، اللي يشتغل فيه يكون قيمه كبيره جدا ويبقى قادر على انه يمثله احسن تمثيل. قمش يشوح للجهاز عندي ويتكلم بشكل مش محترم يعني. عيب الكلام ده مش في نادي. الازمه اللي حصلت بين المدرب العام لانبي وكابتن مدحت، ما ينفعش. احنا بنعترض لان احنا كنا مغلوبين وواحد وقع من نادي الزمالك، احنا طلعنا الكوره. احنا بنعترض على دي. يوم هو يطلع يعمل بشكل كلام مش محترم يعني، ولا يليق ابدا بنادي الزمالك بصراحه يعني. انا مش مشكله بالنسبه لي النتيجه خالص. انا شرفتوني بادائكم وبروحكم العاليه، وده كفايه عندي. بشكرك يا كابتن حلمي هاردلر. تحت امرك.